بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ يا رب تكونوا طيبين. في هذا الروتين جهزت صينية خضار بالدجاج وجهزت أشياء ثانية بتشاهدونها خلال الفيديو. خلونا نبدأ بالصينية. لما جيت أجهز التتبيلة لقيت الملح الناعم مخلص، فطحنت الملح البحري الخشن في المطحنة. دايما أفضل الملح المطحون في البيت. إذا خفتم يتكتل ويصير صلب بعد الطحن، إما أطحنوه طحن خفيف، يعني كذا مدة 30 ثانية فقط، حتى لما تطحنين ما يكون زي البودرة. إذا كان زي البودرة يتكتل وييبس. أو ممكن لو صار عليك بودرة بالغلط مثلا، أضيفي له ملعقة نشا طعام، حطيها في نفس المطحنة وأخلطيه مرة ثانية وخليه يمتزج النشا مع الملح. ملعقة كبيرة ممسوحة بس كفاية على كوب ملح أو كوبين، يصير الملح سلس وانسيابي وما يتكتل معاكم. يلا نبدأ في تجهيز التتبيلة. في الزبدية نزلت علبة لبن رايب زبادي، وأضفت ثلث كوب معياري زيت زيتون. والحين البهارات، معانا ملعقة كبيرة كمون، وملعقة كبيرة كزبرة، ونصف ملعقة كركم أو هرد، ونصف ملعقة فلفل أسود، وربع ملعقة فلفل أحمر حار. وأضفت كمان نص علبة معجون طماطم، وشوية شطة تقريبا ملعقة ممسوحة، وملعقة خل تفاح تقريبا ملعقة كبيرة، وملعقة كبيرة ملح ناعم أو حسب الرغبة تكون هرمية. وخلطت المكونات لحد ما امتزجت. وأضفت تقريبا نصف كاس ماء. لما شفت التتبيلة محتاجة زيادة صلصة، كملت عليها بالمعجون المتبقي، معجون الطماطم، وخلطت التتبيلة حتى تجانست. وبدأت أنزل فيها قطع الدجاج وأحاول أتبلها تمام. فرشت الصينية بورق الزبدة وجهزتها. والحين نرص الدجاج المتبل في الصينية جنب بعض، وأترك فراغات بينهم للخضار اللي بضيفها. أكمل تتبيل الخضروات في المتبقي من الصوص، بعدين أوزعها مع الدجاج في الصينية. وعلى بال ما أكمل شغلي أذكركم بحكمة الله جل وعلا، أن جعل طرفي العام شهرين محرمين، ينتهي العام بشهر ذي الحجة ويبتدئ العام الجديد بشهر الله المحرم، إشعارا للمؤمن بأن يختتم عمله بالخير ويفتتحه بالخير. قبل أن ينتهي العام نصوم عرفة فيغفر الله لنا، وفي بداية العام نصوم عاشوراء فيغفر الله لنا. يأبى الله إلا أن يتوب علينا ويمن علينا سبحانه، ونبدأ عامنا طاهرين. فكل عام وأنتم بخير، وكل عام وأنتم إلى الله أقرب، وجعله الله عام خير وبركة ونصر للمسلمين. اللهم أبدل أيام المحن بأيام المنن، واجعل ما سيأتي من أعمارنا خيرا ممن قضى منها، واكتب لنا السعادة وراحة البال والصحة والعافية. اللهم اعف عنا واغفر لنا وارض عنا وأرضنا، وارزقنا حسن الخاتمة والفردوس الأعلى يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المظلومين والمستضعفين في فلسطين والسودان وفي كل مكان. اللهم أمنهم في أوطانهم وانصرهم على عدوهم. اللهم ألبس عراتهم وأطعم جوعاهم وأشفي مرضاهم وجرحاهم وتقبل شهداءهم. اللهم أفرغ عليهم صبرا وثباتا وقوة وبأسا شديدا، واكشف عنهم الكرب والهم والغم. اللهم اجمعهم بمن فقدوا في جنات النعيم بعد طول عمر وحسن عمل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحب أذكركم كمان بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم أو يدخله على مسلم، أو يكشف عنه كربة
أو يقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا. ولئن أمشي مع أخ لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني مسجد المدينة، شهرا. أحب إلى رسول الله من أن يعتكف في مسجده شهرا. ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تتهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام. وإن سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. الراوي عبد الله بن عمر. خلاصة حكم المحدث صحيح. اللي يضيفون في وصفاتهم خل على العسل تذكروا هذا الحديث أن الخل يفسد العسل. الآن الصينية جاهزة، غطيتها بورق الألمنيوم ودخلتها الفرن وشغلت الفرن من فوق ومن تحت لمدة 50 دقيقة، وبعدين أكشف القصدير وأترك الدجاج يتحمر وياخذ لون حلو لمدة 10 دقائق، وبكذا تكون الصينية جاهزة للتقديم، ولا ألذ من كذا. هذا الملح اللي طحنته قبل شوية فرغته من المطحنة في الكيس عشان يصير سهل أني أعبيه في البرطمان. بعد كذا كان عندي فاكهة الأولاد ما يطالعون فيها ولا يأكلونها، كل ما نقول لهم كلوا الفاكهة يقولون طيب وما يطالعون فيها. وحتى لو غسلتها وجهزتها على الطاولة على أساس اللي كسلان منهم يلقاها جاهزة ومغسولة ويأكلها، برضهم ما يطالعون فيها، وبعدين مع الغسيل تذبل زيادة. فلما أقطعها زي كذا سلطة فواكه تعجبهم كلهم. زي ما انتم شايفين دالحين الفاكهة بعضها استوت زيادة. لما تبغين تقطعين سلطة فواكه ما هو لازم تكون عندك مجموعة كبيرة من الفواكه، اللي موجود عندك قطعيه. إن شاء الله حتى يكون عندك بس نوعين أو 3، قطعيها وخلطيها مع بعض وشوفي كيف أولادك يقبلون عليها. الصغار والكبار كلهم يحبونها. قطعت العنب أنصاف، هذا العنب ما فيه بذر، وقطعت كمان البخارة أو البرقوق، وقطعت الخوخ. لو حبيتم تقطعون الفاكهة قطع أصغر من كذا ممكن، لكن كل ما كانت القطعة كبيرة كانت محتفظة بقيمتها الغذائية. في متابعة من متابعاتي في التعليقات سألتني أظن عن البوتاغاز، ما أدري عن الفرن، والله ماني متأكدة، والتعليق حقها احتفظت فيه، لكن بعدين بحثت عنه وما وجدته في الاستوديو حق الصور، فشكلي حذفته بالغلط. لكن بجاوب على سؤالها على الاحتمالين. إن كان تقصدين الفرن من شركة إلبا الإيطالية، فرن كهربائي ممتاز وما فيه أي عيوب ولا سلبيات. أما إذا كان سؤالك عن البوتاغاز فهو نفس الشيء من شركة إلبا، عبارة عن 4 عيون غاز وعينين كهرباء. أنا اخترت بهذه المواصفات حتى لو انقطع الغاز فجأة أستخدم العيون الكهربائية. وعيون الغاز ذاتية الإشعال، لكن فيها عيب أنها ما تشتعل بسرعة. أضغط على المفتاح عشان أشعل العين ويقعد يطلع صوت طقطقة، أو أنه يولع العين وأول ما أرفع يدي تنطفي الشعلة، ولازم مسايسة لحد ما تشتغل الشعلة. هذا العيب هو اللي يطفشني منه، إنها ما تولع العيون بسهولة ولا بسرعة. إلا صفاتها الثانية كويسة، يعني ما فيه ميزة بارزة زي أي بوتاغاز. ولا أعلم هل جميع بوتاغازات إلبا فيها نفس المشكلة ولا فقط اللي عندي قدرا صار بهذا الشكل. لذلك ما أنصح بشراء بوتاغاز إلبا حتى لا تقعي في نفس مشكلة الإشعال الذاتي. كمان قشرت الكيوي، استخدمت المقشرة هذه حقت البطاطس وما نفعت معاها، لأن بعض الكيوي مستوية والقشرة حقتها لينة فما تتقشر بسهولة. قطعت الكيوي كمان وأضفتها، وفي الأخير أضفت عليهم كوب صغير من عصير التفاح، أي عصير عندك تضيفين عليهم كوب من العصير، عصير تفاح أو عصير أناناس،
أو عصير برتقال أو عصير مشكل، اللي موجود عندك ضيفيه عشان تحلين السلطة وتعطينا قوام سائل شوية. بعدين تغرفينها في الزبادي، وكمان لو حبيتم تزينونها من فوق بآيس كريم أو كريمة خفق، أو تزينوها بالمكسرات، أو ترشوا عليها شوكولاتة مبشورة أو سائلة. الحين الصينية في الفرن كملت 50 دقيقة. شلت ورق الألمنيوم وتركتها تتحمر من فوق، وكمان من تحت لسه شغالة. خليتها 10 دقايق وطلعتها من الفرن، وشوف الجمال واللذاذة. ممكن تتقدم مع رز أبيض، أو تؤكل بالخبز، أو تؤكل لوحدها بدون لا خبز ولا رز. بالنسبة لتقطيع الدجاج وتقطيع الخضروات، في ناس يتركوا الدجاجة كاملة زي ما هي، أو يقسموها نصفين وبس. وبالنسبة للخضار الموجودة مع الدجاج، برضو في ناس يتركوا البطاطس زي ما هي، البطاطس والجزر والكوسة وأي شيء يضيفوه يتركوه زي ما هو حبات كاملة. كل الطرق صح، لكن إذا كانت الحبات كاملة بتحتاج وقت أطول في الفرن. عشان كذا أنا أقطعها، يعني مثلا حبات البطاطس أقطعها أرباع أو أجزاء متوسطة، ما هي كبيرة ولا صغيرة، حتى أختصر الوقت. بعد كذا بدأت أنظف البهارات وأغسلها وأجففها، لأن بعضها خلصت عندي. غسلت الخولنجان عدة مرات لحد ما نظفت مويته. وبعدين تركته في الصفاية يتصفى من الموية. وغسلت كمان ورق الغار. ورق الغار الأصلي ورقته تكون يا بنات مخططة بالعرض، الخطوط جاية كذا بعرض الورقة. أما الورق اللي مخطط بالطول يقولون إنه ما هو ورق غار، ربما يكون ورق قرفة، وربما يكون ورق غار هندي، والله أعلم. بدأت أنقي ورق الغار من الأوراق التالفة اللي فيها لون ما هو طبيعي، إما بنية أو سوداء، أو تكون منقطة بلون آخر يدل على تعفنها وقت التجفيف، يعني أحيانا يلحقها رطوبة فتتعفن. وغسلت أوراق الغار عدة مرات حتى صفي الماء. ممكن تضيفون ملح أثناء الغسل لو حبيتم للتعقيم. أثناء الغسل كل ما لقيتي ورقة متغير لونها أو تالفة شيليها. طبعا أثناء الغسل ما أقدر أفرك ورق الغار عشان ما يتكسر. بعد كذا صفيتهم في الصفاية. أوراق الغار ما تتصفى بسهولة لأنها تلتصق في بعض ويبقى الماء بين الأوراق، وتاخذ وقت حتى تجف. تتوقعوا بالله في أحد بيغسل لكم بهاراتكم أو قهوتكم من الأسر المنتجة أو من المصانع زي ما أنتوا تغسلوها؟ هذه الأوراق التالفة اللي نقيناها. والحين أنشر البهارات اللي غسلتها في الصحون بعد ما بطنت الصحون بالمناديل الورقية. غسلت كمان قرنفل وغسلت فلفل أبيض. الليمون الأسود هذا غسلته من أول وطلعته في الشمس وجف خلاص. الحين أرتبه في البرطمانات لأني أحتاج الصحون، فأغسل على دفعات. ممكن توزعين شغلك على كم يوم حسب وقتك وظروفك وتوفر الصحون الكبيرة هذه اللي تنشري فيها. ما هو لازم تتعبي نفسك تغسلي كل البهارات في نفس اليوم. وتذكري إن ما في أفضل من بهاراتك اللي تغسليها بنفسك وتنظفينها وتجهزينها من إلى. حتى النكهة تفرق كثير. أحيانا زوجي لما يمر السوبر ماركت يجيب بهارات جاهزة، وأنا موجودة عندي في الفريزر احتياطي. دايما أخزن باقي البهارات في الفريزر، أحط في الأدراج كمية قليلة عشان ما تتغير رائحتها. هو ما يدري، يفتكر البهارات خلصت. أنا عن نفسي ما أحب لبهاراتي اللي أسويها بيدي، لأني لما أقارن بينهم فرق كبير في الرائحة وفي الطعم. لأن اللي معلبة
ممكن تكون مغبرة وما هي مغسلة ومخلوطة بفتافيت صناديق البهارات، وكمان لها فترة طويلة محفوظة في علب بلاستيك في السوبر ماركت أو في البقالة، يعني الله يرحمها ماتت نكهتها ومات طعمها. الحين أرتب الليمون في البرطمانات عشان أستفيد من الصحن. أبغى أنشر ورق الغار في صحنين، وكمان الفلفل الأبيض، ولازم تنشر البهارات بطبقة رقيقة عشان تجف بسرعة. هذا الليمون ما شاء الله تبارك الله عبيته في برطمانين. تركت الفلفل الأبيض في الصفاية وتركت ورق الغار على المناديل عشان يجف شوية. بعد شوية لقيت الفلفل الأبيض جف من فوق ومن تحت باقي رطب، فلازم أنشره في الصحن وأوزعه. وكمان ورق الغار تبللت المناديل جدا، تشبعت بالموية، فلازم أنقله صحن ثاني بمناديل جديدة وأقسمه صحنين مو صحن واحد حتى يجف بسرعة. والحين أغطي الصحون بالقماش التل وأسمي عليهم بسم الله وأتركهم يجفوا من الليل إلى الصباح. أنا ذا الحين الوقت عندي الليل. الصباح أشيل الصحون وأطلعها في الشمس يكملوا جفافهم إلى بعد الظهر. الحين دخلت البهارات بعد ما جفت تماما، وراح أحفظهم في أكياس في الفريزر لأني مسافر الطائف الحين ولابسة العباية ومستعجلة، فبحطها في الفريزر لحد ما أرجع إن شاء الله وأحمص الفلفل وأرتبهم في البرطمانات. بهذا انتهى الفيديو لهذا اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.